السلام عليكم يا بنات. النهارده ان شاء الله هنعمل عصير موز، بس انا احب اقول حاجه لكل ام وكل بنوته ان شاء الله ربنا يكرمها وهتبقى ام، ربنا يخليكم وبصحه وسعاده وسلامه وعفو وعافيه يا رب العالمين. لكل الامهات اللي عايشه واللي قابلت ربنا الله يرحمها ويغفر لها. نبدا بقى النهارده هنعمل عصير موز. عندنا موز وكوبايه سكر، كوبايه لبن، حسب عدد الافراد اللي هتعمليها. تكتري اللبن مع ايه، مع عدد الكوبايات اللي هتعمليها زياده. نحط الموز بتاعنا، يا سلام بقى لما يتحط في التلاجة من تحت حتى يبقى ساقع، بيبقى في منتهى الجمال. وبعدين الموز من ضمن الحاجات اللي بتتشال في الفريزر ما بتبص، تبقى جميله جدا جدا. نحط الموز، نحط السكر، هنحط فانيليا كمان عشان نسيت. ادي كوبايه اللبن عشان وادي الفانيليا، ونضرب. السلام عليكم يا بنات، رجعنا تاني بعد ما ضربنا الموز. هوريكم بقى الموز العادي اللي باللبن العادي ده هنعمله بالكاكاو بالشوكولاته، للي ما بيحبش الموز كده بيبقى جميل جدا. معلقه كاكاو محترمه كده، اللي بيحبه عادي نعمله له عادي، واللي بيحبه بالكاكاو واللي يحبه بالكاكاو يبقى جميل. وفيه الكاكاو برضو ليه ميزه، ان انا هعمل موز ومش عايزه وعندي ضيوف او اي حاجه وهيتركن شويه، اعمله بالكاكاو. ليه؟ عشان الموز بيغمق، لكن بالكاكاو مش هيبان فيه حاجه، هيبقى في منتهى الجمال. ونصب ونرجع لكم. رجعنا لكم تاني يا بنات بعد ما صبينا الموز اللي باللبن العادي بتاعنا واللي بالكاكاو، الاتنين بسم الله ما شاء الله منتهى الجمال، رائعين. يا ريت تجربوه وقولوا لي رايكم تحت، وجربوا اللي هو الجديد اللي بالكاكاو ده رائع جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله، وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، ومتشكره جدا جدا على تعليقاتكم الجميله. والسلام عليكم ورحمه الله.